لعلك تابعت ما كتبته صحيفة ليكيب اليوم عن وجود مناقشات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص ضم مبابي، وأن هنالك اجتماع سيعقد بين الطرفين هذا المساء. ما المتوفر من معلومات بهذا الخصوص؟ يبدو أن باريس سان جيرمان يعني حقق هدفه بهذا العرض من الهلال، حيث حرك المياه الراكدة، وبالتالي ينتظر أن تكون هنالك العديد من الاجتماعات هذا الأسبوع. هنالك حديث على برشلونة، ولكن أستغربه بشدة، وأشكك حتى إلى حد ما في هذه القصة، لأنه نعرف جميعا الوضعية المالية السيئة والسيئة جدا التي يمر بها برشلونة. دعني أذهب من باريس مراسل قنوات بين سبورتس محمد الوضاحي. محمد، مرحبا بك معنا. ماذا يمكن أن يترتب على هذا القرار، استبعاد كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان؟ مساء الخير نابغ، مساء الخير لكابتن. على كل ما يمكن أن يترتب عنه واضحا هو ربما السؤال بداية، ربما المغزى والهدف من هكذا قرار للإدارة الباريسية. الإدارة الباريسية تريد أن توصل رسالة قوية واضحة صارمة للاعب، للمجموعة، لأيضا القادمين الجدد، بأن النادي الباريسي اليوم لم يعد مثل ما كان عليه في السنوات الماضية. النادي فوق الجميع، ولا يوجد أي شخص أكبر من النادي، حتى ولو كان رئيس النادي، مثل ما صرح بذلك رئيس النادي شخصيا خلال مؤتمر تقديم المدرب لويس إنريكي عند التعاقد مع هذا المدرب. على كل حال اليوم ما يراد من هذا القرار هو بداية الإدارة الباريسية تريد أن تؤكد بأن ما صرحت به خلال الأيام الماضية